في سؤال مهم جدًا يا جماعة، أمهات كتيرة جدًا بتسأله، أنا ابني مش عايز يذاكر من غيري، إيه الحل؟ الحل مش إنِّك تفضلي قاعدة جنبه بالساعات، الحل إنِّك تعلميه يعتمد على نفسه خطوة بخطوة. أول حاجة اقعدي معاه 10 دقايق بس، وبعدين قولي له مثلًا أنا هاقوم أجيب كوباية مَيّة وأنت كمّل السؤال ده لحد أمّا أرجع، كده بيتعود يقعد دقيقة لوحده من غير ما يحس. بعدين جزئي الوقت، يعني مثلًا كل ربع ساعة مذاكرة ادّي له بريك صغير. تاني حاجة كوني داعم ليه مش مراقب، اقعدي تعملي شغلِك جنبه مثلًا بدل ما تبقي فوق دماغه على طول. تالت حاجة اربطي الإنجاز بالاستقلال، يعني مثلًا خلّص المسألة دي وأنا هارجع أشوفها بعد 5 دقايق. رابع حاجة مع كل مرّة يذاكر لوحده كافئيه بأي حاجة بيحبها حتى لو كانت صغيرة. التربية يا جماعة مش إننا نفضل ماسكين إيده طول الوقت، التربية إننا نعلّمه يمشي لوحده خطوة بخطوة.